ازيكم حبايبي؟ نظرا لان السردين غني بالاوميجا 3 وبالكالسيوم والمعادن كتيرة جدا، ان شاء الله هكتبها لكم على الصفحة. ليه فوائد كتير جدا والجسم بيحتاجه، فانا قررت ان انا اعمله اكلة بدون بقى فرن ولا ياخد وقت في الفرن، بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هنا كيلو من السردين البلدي، جبته طبعا ونضفته كويس ونقعته في مية وملح وخل لمدة ساعة. وبعد كده عندي الحلة، برصه في الحلة على طول بقى من غير صينية بقى ولا نحطه في الفرن وياخد معانا وقت. هنا بيخلص بسرعة جدا. رصيت كل الكمية عندي. بعد كده بقى ضفت بصلاية صغيرة، وكمان هضيف عندي توم. قشرت حوالي 6 أو 7 فصوص من التوم. هنحط ملح وفلفل وبابريكا، مش عايزين نحط اكتر من كده، بلاش الكمون عشان ما يغيرش طعمه. عشان يدي كمان طعم كأنه زي التونة كده بالظبط. حطيت كمان ورق من اللوري، وكمان زيت زيتون. حطيت حوالي معلقة من كبيرة من الخل، ممكن نزود الخل برضو شوية. حطيت ربع كوباية بس من المية، يدوبك بس عشان ما يتلدعش عندي على النار. حطيته بقى على النار يغلي لمدة ربع ساعة. بعد كده ضفت عندي هنا الليمون. وممكن لو عايزين نعمله زي التونة نسيبه اكتر من ساعة. يبقى كمان ممكن نستفاد بالشوك بتاعه فيه الكالسيوم، او اللي هو العظم اللي جوه ده او الشوك بيبقى فيه كالسيوم. لو نقدر نسويه كويس يبقى برضو حلو، لكن لو عايزين نستخدمه عادي كده مع الرز وناكله كده، جميل جدا ومفيد لصحة الجسم، وأكلة بسيطة واقتصادية ولذيذة. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وياريت تشرفوني على صفحة كوكينج ويز هايدي. واتمنى ان انتوا لما تشوفوا يعني فيديو تعملوا لايك وكومنت، ومش ضروري يعني شير بس اعملوا لي اي حاجة، اي كومنت او اي حاجة يعني. باي باي.